كيفاش تكون عندك واحد الكاريزما وواحد الشخصيه اللي قويه كلشي يبغي يهضر معاك ولا يتعرف عليك. عرفتي كاع هادوك المشاهير والناس الناجحين في الحياه راه حيت عندهم واحد الكاريزما اللي قويه وكتخليهم ياخذوا اي حاجه بغاوها. والهدف من هذا الفيديو هو نوريك كيفاش تكتسب واحد الكاريزما وواحد الشخصيه اللي قويه. وكاين بعدا اصلا اللي ما عارف شنو هي الكاريزما وغادي نحاول نشرحها لكم دابا بالزربه. الكاريزما هي واحد الصفه كنقولوها على هذاك الشخص اللي كتكون عنده واحد القدره باش ياثر على الناس وكيخلي الناس تبغيه وتبغي توقف معاه ولا تهضر معاه، وكلشي باغي يتعرف عليه حيت شخصيته كتكون فريده من نوعها، وهذا الشيء اللي كيخليه متميز وكتلقى كلشي كيبغيه وكيسمع لهضرته. ودابا شنو هما الحوايج اللي خاصك تبدا ديرهم باش تكتسب واحد الكاريزما؟ وغا باش تعرف هادشي اللي غنقولك خاصو التطبيق، ماشي غادي تقول مع راسك انا عندي كاريزما صافي، خاص ضروري التطبيق. اول حاجه كتكون هي انك تكون عندك القدره تخلي الناس تبغيك ويعجبهم الحال هما معك. وانا غادي نشرح لك دابا كيفاش. الكاريزما ماشي هي تغوت على الناس ولا تنمر على شي واحد باش تبان واعر، الكاريزما هي تاثر على الناس وتخليهم عاجبهم الحال هما معك وكتسمعهم مزيان وكتعقل على سمياتهم وكتخليهم يهضروا وما كتقاطعهمش، وهذا الشيء غادي يخليهم يحسوا براسهم مهمين وغادي يعجبهم يبقاو معك. وثاني حاجه خاص تكون عندك باش تقدر تولي كاريزماتيك وهي الثقه في النفس. والثقه في النفس هي شي حاجه اللي ضروريه باش تكتسب واحد الشخصيه اللي قويه، فراه خاصك غير تعرف العيوب ديالك وتقبلهم اوتوماتيكمون غادي تزيد عندك الثقه في النفس. وهذه هي الحاجه اللي ساهله كاع في هذه الكاريزما وهي الثقه في النفس. الا قدرتي تعرف العيوب ديالك وتقبلهم فصافي اوتوماتيكمون غتزيد عندك الثقه في النفس. وسطر لي على الثقه في النفس. وثالث حاجه واللي هي الغموض. شي دابا الناس ولاو كيتوقعوا على اشخاص فاش كيبغيو يهضروا ولا يديروا شي حاجه، ولكن انت فاش كتكون غامض كيكون صعيب عليهم باش يفهموك وصعيب عليهم يعرفوا شنو باغي ولا شنو ما باغيش الا في حالات لا قربوا منك. وهذا الشيء اصلا يخلي الناس يهضروا عليك بزاف بهدف انه يجمعوا اكبر عدد من المعلومات عليك. ساعه ما غيلقاو والو وما غاديش يقدروا حيت انت اصلا داير بحال هكا. وهذا الشيء علاش يبغيو دائما كيحاولوا يقربوا منك وكيحاولوا دائما يهضروا معك. ورابع حاجه كتكون هي الجاذبيه ديالك، تعرف تلعب بعينيك وتعرف تخدم الاي كونتاكت وتقدر تجذب اي واحد ليك غير بالشوفه ديالك. وفاش كدير مع شي شخص الاي كونتاكت كيعرفك بلي راك ما خايف من والو وما متردد من حتى شي حاجه. والاي كونتاكت هي واحد المهاره اللي كتكتسب وساهله. حاولي فاش تكون كتهضر مع شي واحد شوف ليه فينيه وهضر، ومع الوقت تلقى راسك اكتسبتي هذه المهاره. وندوزو لخامس حاجه واللي هي الحضور ديالك. فاش كيكون عندك شي حضور في داك الجروب ولا انت فيه ولا كتكون غير متفرج وصافي وما كتقدرش تعبر على الراي ديالك، حيتاش الناس اللي كيكونوا باينين في المجموعه كتكون عندهم واحد الكاريزماتيك. واما الناس اللي كيبقاو غير ساكتين واخا عندهم ما يقولوا كيخليو الناس الاخرين هما اللي يهضروا ومازال خاصهم يتعلموا باش يقدروا يطوروا من الشخصيه ديالهم. وحاول دائما في الجروب ديالك تكون حاضر. حاول الا جاتك شي حاجه في راسك قولها باش تبين الكاريزما ديالك وتخليهم يحترموك. وسابع حاجه كون انت هو انت، ما تكونش بيرفكت. المشكل في انك تكون بيرفكت وما فيك حتى شي عيب وهي ان الناس كيلاحظوها وكيعرفوك الناس انت غير مزيف، حيت ما يمكنش تكون مزيان في كلشي وكيكونوا فيك غير الايجابيات والو السلبيات. كون انت هو انت عادي، ما تخافش تغلط شي بعض المرات، وخاصك اصلا تكون متقبل راسك حيت الا ما كنتيش انت متقبل راسك فكيفاش بغيتي الناس يقدروا يتقبلوك. وحتى لهنا كيكون سالا الفيديو نتاع كيفاش تكتسب كاريزما. تلقاو في فيديو جاي الدراري. تهلاو.